إعلان فيلم أحمد وأحمد نزل وقالب السوشيال ميديا، يلا بينا نشوفه سوا. الإعلان بيبدأ بحادث عنيف للسقا، الدكتور بيقول لفهمي ابن أخته إنه عنده فقدان ذاكرة جزئي أو كلي، بعدها بنشوف لقطات مطاردة لابس لبس موظف بيجري بيتشقلب وبيضرب، بس هو نفسه مش فاكر هو بيعمل كده ليه وإزاي. وفي غرفة سلاح بنشوف فيها السقا وفهمي وجان الشماشرجي وكلهم بيحاولوا يخلوا السقا يفتكر هو مين. وفي لقطة تانية التلاتة راكبين عربية، واحد بيبص للسقا ويقول له نورت الدنيا يا معلم سعادة، مع إن اسمه في الفيلم أحمد، يعني في لقب فيه تاريخ وفي علامة استفهام. وفي مشاهد تانية بيطاردوهم في المستشفى والسقا بيتخانق زي ما يكون محترف، وفهمي بيبص له ويقول هو إزاي بيعرف يضرب الناس دي كلها. وبنشوف كمان طارق لطفي اللي بيزود علامة استفهام جديدة لما بيقول للسقا انت ما قلتلهمش انك ساموراي. وبنسمع رشدي الشامي بيقول اللوحة فين يا حضرة الضابط، يبقى في لوحة مسروقة وفي ضابط، ويمكن السقا نفسه الضابط. وبنشوف فصل وطلبة وفي حصة كيمياء السقا واقف قدام الطلبة بيشرح. الإعلام بيقول لنا إن الفيلم فيه أكشن، ضرب ألغاز، فقدان ذاكرة، وساموراي، وأهم حاجة اتنين أحمد بيدوروا على الحقيقة وكل واحد مش عارف مين التاني. ودي كانت لمحة سريعة عن إعلان أحمد وأحمد، شكله حكاية من نوع تاني. مستنيين الفيلم ولا شايفينه مجرد شو؟ وإيه رأيكم في الكومنتات؟